ناجح اروح اطعن في النتيجه واقول ده فيها تزوير. يا عم ما دام انا ناجح، ما يا رب يكون فيها مليون تزوير. طب ما هم زوروا على قد ما زوروا ما قدروش يسقطوني. صح ولا لا؟ نعم. ده حسب كلامه. نعم. او ما اروح اطعن او ما اقول لهم لا استنوا والنبي، ده انتوا كان هيفوت عليكم ان انتوا تسقطوني، انا جاي لكم عشان تسقطوني. باي منطق يعني؟ مين يعني انت تتقبلي كده؟ لا نهائي، انا ده شيء غريب، وانا يمكن كنت اتكلمت مع حضرتك قبل الهوا ازاي انا ابقى ناجح واروح اقدم طعن في الانتخابات. مش فاهم يعني. بالعقل البسيط انا هقول لك هم قدموا طعون ليه. هم قدموا طعون لان هم عارفين ان عندهم تزوير. تزوير صارخ. فقال لك الفريق شفيق نقدم زيه عشان يبقى طعن قدام طعن. انت شفت لما اتنين ستات في الفلاحين بيشكلوا مع بعض، تقوم واحده تقول ايه، يقوم بقى يقولوا لبعض ايه، روح اعملي لها كشف حكيم، تقوم تجري تطلع كتقرير طبي من المستشفى ان جارتها ضربتها، تقوم جارتها تعرف، تقوم تجري بقى هي كمان تقول ايه، اما اروح انا كمان اعمل لها كشف حكيم، تقوم تجري هي كمان تجيب تقرير طبي. اصبح ان الست ام سعد معاه تقرير طبي والست ام حسن معاه تقرير طبي، وفي الاخر اصطلحوا. والله العظيم ورحمه ابويا في نومته. والله ده اللي بيحصل يا جدع. انتوا في ايه بتضحك عليا وانت مش فلاحه وعارفه؟ لا تشتغلينا. ماشي يا دكتور انا عارفه، بس المشكله ان دي انتخابات رئاسه يا جماعه يعني. لا هي دي ما هو ده المبدأ، بس هم بيتعاملوا معاه طعن قدام طعن. علشان اللجنه العليا للانتخابات تقول لهم ايه، طب احنا رفضنا الاثنين، يقوم ال 2 مليون صوت اللي هم ضاربينهم في الانتخابات يظبطوه. انما اساسا بعد ال 2 مليون صوت اللي هم ضربوهم شفيق متقدم ب 330,000. ربك لما يريد بقى دكتور. خلي بالك النتائج ده وفقا بدون النظر في طعون خالص. بعيد عن الطعون، ده بالاصوات المزوره. وفريق تخيلي بقى لو الاصوات دي استبعدت يبقى شفيق فارق بكام؟ ب 2 مليون و330,000. تخيلي بقى ب 2 مليون 330,000 لو استبعد الاصوات المزوره. اصل انت ما تفهمينيش ان واحد ناجح ومتاكد انه ناجح ومطلع نتيجته فارق ب 850,000 صوت هيروح يطعن حتى عشان طعن قدام طعن. شفيق طعن هيشيلوا له قد ايه؟ نص مليون صوت. خليهم يستبعدوا نص مليون صوت، فاضل لك 700 او 750,000 صوت تقريبا على حسبتك يعني الحين. لا هو عاملها 850,000. 850,000 هيبقى فاضل لك 350,000 صوت. صح؟ طب اقسم بالله العلي العظيم يمين يحاسبني عليه ربي وحده، ما يقرب من تزوير 2 مليون صوت لصالح الدكتور محمد مرسي. وبعدين كارتر ما هو قال الانتخابات شهدت تزوير ممنهج لأحد المرشحين. الناس تقول لك هو يقصد شفيق ولا مرسي؟ اقول له تعالى يا اخويا حاسب. مين اللي ضرب تذاكر في المطابع الاميريه؟ مظبوط؟ مين اللي اشترى اصوات بالزيت والسكر والبطاطس والشاي؟ ما هو ده اسمه التزوير الممنهج. تزوير بشراء اصوات وتزوير بضرب تذاكر انتخابات في الصناديق. مين اللي راح دفع فلوس لوكلاء شفيق علشان يسيبوا اللجان؟ مظبوط؟ هو ده اسمه المنهجه. هما انت عايزه تطلعي فاصل، شايفك كل شويه ماشي يا سيدي. طيب طبعا هنستكمل كلامنا عن الانتخابات وعن اشياء كثيره اخرى مع حضرتك، مستندات عديده، لكن هنتابع كلامنا مع الاعلامي الدكتور توفيق عكاشه بعد الفاصل، ولقاء متميز ومثير ومليء بالمفاجآت بعد الفاصل.